كلنا مرّينا بالموقف ده، تبقى بتسمع حد بيحكي لك حاجة وتلاقي نفسك سرحت غصبٍ عنك، أو بتقول جوّه نفسك هو عايز يقول إيه؟ أو تحصل لك أنت تكون بتحكي حاجة لحد وتلاقي اللي قدّامك سرح أو تلاقيه مش فاهم أنت عايز تقول إيه، هرب منك يعني. كلنا بيحصل لنا الموقف ده، والعيب مش في اللي أنت بتقوله، هو العيب في بنية اللي أنت بتقوله، في أساس اللي أنت بتقوله، بمعنى أصح إن كل قصة ليها بنية، ليها أساس، ليها هيكل. الحكي عامل زي العمارة كده، اللي ليها أساسات مفروض نرميها ونطلع بيها، ليها blueprint، ليها خريطة، ليها لوحة هندسية بتقول لنا إزاي نحكي حدوتة. وأنا النهارده الحقيقة جاية علشان أفُك شفرة اللوحة الهندسية دي الblueprint دي، وأقول لكم على 5 خطوات عملية لهيكل القصة اللي تساعدكم إن أنتم تحكوا أو تعبّروا عن نفسكم أو تقولوا whatever الحاجة اللي أنتم عايزين تقولوها بطريقة تشد اللي قدّامكم، تخلّيه عايز يسمعكم، والأهم من ده كله إن أنتم تقولوا حدوتة بتعبّر عنكم أنتم. يالّا بينا. أول غلطة الناس بتُقع فيها لمّا بييجوا يعرضوا حاجة، يتكلموا عن نفسهم أو يقدّموا presentations إن هُم ما يجهّزوش البداية بتاعتهم. بداية أي قصة هي أهم جزء في القصة، هو الجزء اللي بيشد الجمهور للحاجة اللي إحنا عايزين نقولها. فمهم جدًا إن إحنا نجهّز ونحضّر اللي هنقوله في الأول. يعني أنا دايمًا باقول اللي هنقوله في أول حدوتة واللي هنقوله في آخر حدوتة it must be prepared، لازم نكون مجهّزينهم. أنا عامةً مش من مدرسة الحفظ، أنا دايمًا باحب إن أنا أسيب فرصة كبيرة جدًا للارتجال، لكن البدايات لازم تكون قوية، ولازم تعبّر عن اللي أنا عايزة أقوله في الحدوتة. طيب الmarketeers بيقولوا إن إحنا عندنا 3 ثواني علشان نشد الجمهور، حلو جدًا. هتقول لي إيه بقى في ال3 ثواني دول؟ ده مهم. إحنا كstory tellers عندنا كذا طريقة علشان نبتدي الحدوتة، يا إما باشوف كلمة catchy جدًا أقولها في الأول، أو باعتمد على الحدوتة بتاعتي وأطلّع منها حاجة تخلّيني أشد الجمهور. ففي طريقة إحنا كstory tellers ممكن نستخدمها، هي فكرة إن أنا أبُص على الحدوتة بتاعتي سواء البداية، الوسط، النهاية، وأشوف إيه في الحدوتة بتاعتي لحظة تشد الانتباه. يعني لو أنا مثلًا باتكلم عن هاري بوتر، أشوف مثلًا اللحظة اللي فولدمورت دخل قتل باباه ومامته مثلًا. لو باتكلم في سندريلا اللحظة مثلًا قطعوا لها الفستان بتاعها، وابتدي أخش الحدوتة كده. كان في بنت كانت رايحة حفلة ولابسة فستان حلو أوي، وفجأة دخلت مرات أبوها قطعت لها الفستان. وأدخل على الحدوتة مثلًا. أو لو أنا باحكي حدوتة personal بدل ما أقول إن أنا كنت رايحة السوبر ماركت وواقفة في الطابور وكنت كان يوميها الدنيا شمس وأنا كنت لابسة الشنطة اللي اشتريتها من البازار الفلاني، أقول إنه أنا كنت واقفة في الطابور وفجأة في حاجة حصلت، أو في حد صرّخ، أو في حد وقع. دي طريقة. في كل الأحوال البدايات مهمة جدًا، لازم نبقى عارفين البداية بتاعة الحدوتة بتاعتي أو الحاجة اللي أنا عايزة أقولها وأبقى مجهّزاها. يالّا بينا ندخل على الجزء اللي بعديه. طيب حلو أوي، أنت شدّتني أهو للقصة، هتقول لي إيه بقى بعد كده؟ كتير أوي من الناس اللي بتيجي تاخد معايا trainings بتقول لي: يا حنان أنا نِفْسي أعرف أحكي حدوتة تشد الناس اللي قدّامي. أنا بيبقى عندي حاجات عايزة أقولها، بس الناس يعني مش باحسّهم متفاعلين أوي مع الحواديت بتاعتي، وفي الأغلب إحنا بنبقى باصين على ناس تانية حوالينا لمّا بيفتحوا بُقّهم بس بيشدّونا تمام للحواديت بتاعتهم أو الحاجات اللي هُم بيقولوها. الناس دول are natural storytellers، بس ده مش معناه إن إحنا ما نقدرش نتعلّم storytelling، لأ نقدر نتعلّم storytelling والموضوع سهل. طيب خلّيني علشان بس أفهّمكم الدنيا بتبقى ماشية إزاي. إحنا عندنا حاجة اسمها context وساعات بتتسمى setting. الcontext ده إيه؟ الcontext ده هو السياق بتاع القصة، يعني القصة بتحصل فين؟ إيه اللي يعني أنت فين؟ لمّا تيجي تقول لي أصل أنا كنت باغرق، كنت بتغرق فين؟ المكان كان إيه؟
فمحتاجة أعرف كنت في اسكندرية ولا كنت في البهامز، كان الصبح ولا كنت بالليل، محتاجة أعرف المعلومات دي. بس خلوا بالكم إنه الحتة دي إحنا مفروض نبقى حريصين فيها شوية، لأن الغلطة فيها بفورة، الغلطة فيها هندخل الحكي في مرحلة الرغي اللي هو متهم بيها على طول دي. فلا، الحكي ليه أصوله برضه. القاعدة بتقول إيه؟ القاعدة بتقول إن أنت في الحواديت عندك 10% تقولي context بتاع القصة، يعني 10% من الحدوتة هي اللي تعرفني فيها على الكونتكست. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو بتحكي لي حدوتة عن أزمة عندك في الشغل، تقعدش تقولي بقى أصل أنا نزلت وصحيت وشربت القهوة بتاعتي ورحت فطرت ونزلت على البنزين جبت بنزين. قولي أنا كنت رايح الشغل اليوم الفلاني وشغلي كان على المحك. تمام، أنا كده فهمت. فالملخص إنه لو أنت عايز تkeep me engage في القصة، عايز تخلّيني أدخل معاك عالم القصة، وده المهم بالنسبة لك أو بالنسبة لأي حد عايز يتعلم storytelling، إن أنت عايز تinvite الناس إن هي تخش معاك الحدوتة، أنت عايز تخلّي الناس تخش معاك عالم القصة اللي أنت عايز تقولها. فdo not ramble، ما تقعدش ترغي كتير، وادّيني 10% context ودخّلني على الحدوتة بعد كده على طول. فأي حاجة ما بتدفعش القصة لقدّام لا لازمة ليها. الكونتكست عامل زي الملح، كتير منه يبوظ الطبخ. يلا بينا ندخل على الجزء اللي بعديه. كل قصة عظيمة جواها مشكلة وجواها inciting incident أو لحظة فارقة. ايه هي اللحظة الفارقة دي؟ اللحظة الفارقة دي هي اللحظة اللي بتيجي تعمل disruption أو interruption للحياة العادية. يعني هتلاحظوا مثلا في معظم الأفلام هيبقى ناس بتتمشى في الشارع، ناس رايحة ناس جاية، ناس بتبيع ناس بتاع، وبعدين فجأة حاجة تحصل تكسر النورم بتاع الحدوتة أو تكسر النورم بتاع الحدث، اللي هي المشكلة اللي بتظهر في الحدوتة. اللحظة الفارقة دي هي اللي بتدي طعم وإحساس للقصة. يعني لو جيت قلت لك إن أنا نزلت النهاردة من بيتنا، أخدت العربية، رحت المشوار الفلاني وبعدين المشوار الفلاني وبعدين المشوار الفلاني وبعدين رجعت البيت، غالبا هتسرح مني في النص. ده اسمه رغي، رامبلينج، ده مش حدوتة خالص. فمهم جدا ان انا ابقى عارفه ايه الانسايتنج انسيدنت اللي في الحدوته بتاعتي، اللحظه اللي بتحول اللي انا بقوله من رغي لقصه، قصه الناس عايزه تسمعها. يعني لو انا جيت قلت لك ان انا كنت نازله من بيتنا النهارده، نزلت لقيت العربيه بتاعتي مخبوطه، هتلاقي نفسك بتسال 550 سؤال. اتخبطت ازاي؟ مين اللي خبطها؟ اتخبطت فين؟ عرفتي توصلي للحد اللي خبطها؟ طب كان في حد شاهد؟ طب مليون سؤال بتبقى عايز تعرف ايه اللي حصل في خبطة العربية. انتوا واخدين بالكم الفرق ما بين حاجة بتحصل في حياة كل بني آدم ما فيهاش أي شيء جديد، وحدث خلانا نبقى عايزين نعرف هو ايه اللي حصل بعد كده. هي دي الانسايتنج انسيدنت. فدور في حدوتك على اللحظة اللي بيحصل فيها الأكشن، اللحظة اللي بتغير النمط وبتخلق الديسربشن. من غيرها مجرد ملو كلام. يلا نشوف اللي بعده. الجزء ده هو أهم جزء وأكتر جزء الناس بتهرب منه. ليه بقى؟ عشان ده الجزء اللي بيبين ضعفنا، اللي بيبين وجعنا. كل الناس عايزة تحكي عن لحظة النجاح، اللحظة اللي وقفنا والناس كلها سقفت لنا وها وهي بس محدش عايز يحكي عن كل التعب، كل الوجع، كل لحظات الضعف، كل لحظات اليأس، اللحظة اللي قلت فيها لا مش مكمل، اللحظة اللي شكيت فيها في نفسك، اللحظة فيها اللي اتوجعت وقعدت تعيط. هي اللحظات دي على فكرة اللي بتعمل حواديت، وهي دي اللحظات اللي بتخلي الناس عايزة تسمعك الحقيقة. حلوة قوي، انت نجحت، هنسقف لك وهننساك، هنكمل في حياتنا ولا كأن حاجة حصلت. ايه بقى الحاجة اللي بتخلينا فاكرينك؟ ايه الحاجة اللي بتخليني عايزة اسمعك؟ ايه الحاجة اللي بتربطني بيكي؟ هي لحظات الضعف، هي لحظات الوجع.
فمهم جدا ان احنا زي ما بنشارك مع الناس حياتنا وتفاصيلنا والكلام المهم جدا اللي عايزين نشاركهم معاهم، مهم كمان ان انا اشاركهم لحظات الضعف، ان انا ابين وجعي، ابين ضعفي، ابين وقعاتي، لان وقعاتي هي اللي بتعلمني وبتخليني انجح على فكره بعد كده. فلما تيجي بعد كده تقولي ان انا نجحت، هقولك عشان انا شفت الوجع، عشان شفت الالم، وده هيبقى بالنسبه لي منطقي. لما بنشارك الصراع، لما بنشارك الوجع، احنا مش بس بنأثر في الناس، احنا بنبني ثقة مع الناس، بنخليهم يصدقونا، وده اللي احنا محتاجينه الحقيقة. احنا كستوري تيلرز محتاجين الناس تصدقنا علشان تسمعنا، بس كده. فالخلاصة، ابقى بطل حكايتك او ابقي بطل حكايتك، بس ما تبقوش السوبر هيرو. السوبر هيرو بننبهر بيه، لكن البطل بنرتبط بيه، وده اللي بيبقى. يلا كمان على اللي بعد. ناس كتيرة بتسكت فجأة أو تقولك بس خلاص. عارفين شعبان عبد الرحيم لما كان بيخلص أغانيه بس خلاص؟ نفس القصة كده. مهم جدا إن أنا أبقى فاهمة ومرتبة ومحضرة النهاية بتاعة القصة بتاعتي. ليه بقى؟ لأن احنا لما بنقول للجمهور بتاعنا اتفضلوا معانا على الطيارة أو البساط السحري وأخدناهم معانا وطرنا طرنا 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 طرنا، مهم جدا زي ما طيرتهم أنزلهم لغاية الأرض بسلام. يعني ما ينفعش أبقى طايرة فيهم وبعدين فجأة تروح عاملة تش. عارفين كده أكيد حصل لكم ده في يوم من الأيام، تبقوا بتتفرجوا على مسلسل أو فيلم أو تقروا كتاب وبعدين فجأة تلاقوا إنه النهاية حصلت وأنتم مش فاهمين هي حصلت إزاي، وتبصوا لبعضكم كده هو إيه اللي حصل؟ عارفين الإحساس ده؟ هي دي نفس القصة. دايما بتكلم في فكرة إنه في أي قصة بيبقى فيه أحداث تصاعدية، ومهم يبقى فيه أحداث تنازلية. الأحداث التصاعدية يوجولي بتطلع لغاية الكلايمكس أو ذروة الأحداث، أما الأحداث التنازلية بتاخدنا لغاية ما نوصل لنهاية القصة. فمهم جدا أنزل الجمهور بتاعي أو أوصل الجمهور بتاعي للنهاية بتاعة القصة بسلام، أعمل لهم الكلوجر المظبوط اللي يديهم الراحة أو يحسسهم إن هم القصة خلصت على فكرة. طيب خلوني أشرح ده بشكل مستفيض شوية. بمعنى إن أنا لو قلت لكم مثلا إنه النهاردة في البنك كنا كان عندنا عميل، العميل ده فجأة وقف في نص الشركة وقعد يزعق ويتخانق وهاتولي المدير وأنا مش عايز الطريقة دي ودي مشكلة، وروح. انتوا هتحسوا بإيه؟ في حاجة غلط. لكن لو جيت قلت لكم انه اتخانق وزعق وبعدين جبنا له مدير، فالمدير اخده دخله الأوضة بتاعته، جاب له كوباية قهوة وسمعه وشاف ايه مشكلته وابتدى يحلها. كلم الفرع الفلاني وكلم الفرع الفلاني لغاية ما مشكلته اتحلت والعميل انبسط وروح مبسوط. حاسين بالفرق؟ فزي ما دخلتكم في الحدوته قلت لكم ان العميل زعق واتنرفز وعصب، ما ينفعش اقول لكم وروح ايه اللي حصل. لكن لما قلت لكم انه لا ده انا اخدوا المدير وجاب له قهوه وحللوا مشكله وي 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 وروح بسلام، ساعتها انتوا حسيتوا ان انتوا حصل لكم ترانسفير كده، يعني هرمونيوس، يعني بسلام وسلاسه ولطف لنهايه القصه، وعمل لكم كلوجر المناسبه لطبيعة الحدوتة اللي أنا بقولها. فمهم جدا زي ما أخدنا الجمهور معانا جوه القصة إن إحنا نخرجهم منها بسلام. إحنا النهاردة دخلنا في رحلة نفهم فيها هيكل القصة بيبقى عامل إزاي، وعرفتكم على 5 خطوات لهيكل القصة: الهوك والبداية، السياق، الانسايتنج انسيدنت أو اللحظة الفارقة أو المشكلة اللي في القصة، الصراع أو ستراجل اللي في القصة اللي بنبين فيه الصراع اللي احنا بنمر بيه او ضعفنا، وكمان اتعرفنا على النهاية بتاعت القصة، الكلوجر بتاع القصة اللي بنديه للجمهور. ودول الخطوات اللي تقدر تساعدنا ان احنا نبني قصة نقدر
ان احنا نشاركها مع جمهور، والجمهور يبقى حابب ان هو يسمعها منا. بس خلاص. اتمنى ان انا اكون وصلتكم لنهاية القصة او نهاية الحوار النهاردة بطريقة مريحة، واتمنى انه الفيديو ده يكون اضافة وفعلا ينفعكم في ان انتوا تعبروا عن نفسكم، او ان انتوا تقولوا الحاجة اللي انتوا عايزين تقولوها، او تعملوا حتى برزنتيشن، او تحكوا حوادثكم بطريقة structure. خلوا بالكم انه مفيش حواديت بتتحكي اعتباطا، الحواديت بتحضر لها، ومهم جدا نبقى فاهمين ده، ونقدر نتكلم عن ده في فيديو تاني. في كل الأحوال لو عندكم أي أسئلة drop in the comment أو اكتبوا لي في التعليقات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.